صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وباحسن حال يا رب العالمين. نزلت كده علشان ابدا يوم معاكم، ربنا يا رب يجعل يوم خير، يوم بركه وستر علينا وعلى اولادنا يا رب العالمين. نزلت طبعا على المنظر ده، في مواعين في البيت تحت، الكوبايات والحلل والحاجات دي كلها عايزه تتغسل، وبرده كده البيت تحت عايز يتكنس ويتظبط كده ويتمسح. بس قلت اول حاجه اعملها ان انا افطر الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت غله كده للحمام وغيرت لهم الميه بتاعتهم. وطبعا هنا زي ما متعودين معانا كنا قاعدين كده بالليل وكنا قايدين نار وكنا بنتدفى، والخشب هنا جنبنا كده بناخد منه بالليل علشان نتدفى. معلش انا واخده دور برد وكحه وكده فصوتي رايح خالص. هنا كمان حطيت اكل وغيرت ميه للفراخ وللبط. حطيت لهم ميه برضو، حطيت لهم عيش وحشيش وكده علشان يفطروا. لسه الاولاد عندي نايمين، فقلت ايه افطر الطيور الاول وبعد كده احط دورة غسيل في الغسالة وابدا اعمل فطار ليا وللاولاد. وكالعادة زي ما انتوا عارفين معايا انا ما بخططش ليومي ولا ببقى صاحية بقول انا هعمل معاكم كذا وكذا. انا بمشي يومي زي ما سبحان الله، زي ما ربنا كاتبه ليا، زي بقى ايه ما بيحصل، الله اعلم ايه اللي هيحصل فيه. بصحى ببدا يومي معاكم بالظبط وكاني مش فاتحه الكاميرا وكاني مش بصور. ده البصل بسم الله ما شاء الله اللي زرعه جوزي معاكم وشفتوه في الفيديو. يلا بقى نطلع فوق ونشوف يومنا هيمشي ازاي. بس يا ريت لكل المشتركين طبعا اللي دخلوا في القناه جديد نورتوني، بس طبعا انتم مقصرين معايا وانا برضه هعذركم لاني بحبكم في اللايكات. لو فعلا عايزين القناه بتاعتي تكبر والناس كلها تشوفها يا ريت ما تنسونيش في اللايك، لان اللايك هو اللي هيرفع القناه وهو اللي هيخلي قناتي تتشاف. لو الفيديو بتاعي عجبك ولو انت بتحبيني بجد اشتركي في قناتي وحطي لي لايك. لو طبعا مش حابه دي حاجه ترجع لك انت، بس فعلا لو بتحبوني يا ريت ما تنسونيش في اللايك علشان القناه تترفع ونكبر مع بعض كده واحس ان انا ايه حققت الحلم اللي انا بتمناه. عندي هدوم كده منشره عايزه اشيلها علشان انشر مكانها. يلا بقى نطلع فوق
ونكمل يومنا، وربنا يا رب يجعل يوم سعيد يا رب وخير علينا وعليكم اجمعين. عندي هدوم كده في الثبت هنا كتير عايزه تتغسل، وكالعاده المكتب بتاعي ده اللي هو ايه فيه كل حاجه، فيه ادويه وكنت بقشر شويه توم تاني لان خلاص التوم الجديد كل سنه وانتم طيبين بدأ ينزل، فكنت بقشر شويه توم تاني زي ما انتوا عارفين ومتعودين معايا، لان انا بحب خالص ان انا ايه يكون جاهز عندي، بيسهل عليا ان انا احطه في الفريزر وبيسهل عليا الاكل. شلت الهدوم كده من على الحبل. السبت ده بعمل بيه ايه لما يكون في كيس ولا حاجه والاولاد تحت او جوزي تحت وعايزه انزل لهم حاجه او يطلعوا لي حاجه بدل ما اكسل، فبيسهل عليا. شوفوا متخيلين يعني انا في الدور التاني وبقينا نستسهل، فبقينا ننزل الحاجه ونطلع الحاجه لبعض في السبت. الدنيا هنا معايا عايزه تتكنس وتتظبط، الهدوم اللي مش نظيفه محطوطه على الكراسي، والسجاده عايزه تتكنس، والحاجه اللي عليها عايزه تتشال زي ما انتوا شايفين. طبعا حدث ولا حرج، يعني انا بصوا والله زي ما بصحى من النوم، يعني بصوا حالي وبيتي ووضعي زي ما انتوا شايفين كده. السفرة كده حطيتها على جنب لان كنت حاساها ان هي واخده مكان كبير خالص ومضيقه عليا فحطيتها كده على جنب ولميت الكراسي كلها على بعضها. ان شاء الله ده كله في نص ساعه هيبقى معايا زي الفل. هشيل حافظه السجاد دي لان بقالي كذا يوم فرشاها، هشيلها واغسلها، وهغسل ثابت الغسيل ده اللي مليان غسيل لان انا كنت امبارح عند ماما فما عملتش حاجه خالص وسبت الدنيا زي ما هي. الهدوم اللي على الكرسي دي نظيفه وانا شلتها من على الحبل. هشيل التوم وهنضف المكتب وهنضف الدنيا دي كلها وهكنس الارض وهخلي الدنيا معايا نظيفه وزي الفل. كمان دخلت على المطبخ مكان امبارح ما كنت بعمل لهم عشاء، ما ظبطتش الرخامه ولا مسحتها ولا عملت اي حاجه خالص. البوتاجاز كنت بعمل قرنبيط فالبيض نزل كده على البوتاجاز برضو، ما عملتش حاجه خالص. عندي مواعين مش كتير، فباذن الله كل ده هيبقى نضيف معايا وزي الفل. هرتب دنيتي وهظبطها وبعد كده هرجع لكم تاني. جيت هنا شلت السجاد من الارض، طبعا شايفين كميه التراب اللي موجوده على الارض، كل دي هتتكنس. وشلت الحاجه اللي كانت موجوده، وهنا حشت حفظ السجاد وحطيتها على ثابت الغسيل علشان اغسلها، ومشغله الغساله على دوره غسيل. جيت هنا كده في الرخامه مسحت كده الرخامه علشان طبعا المواعين دي كلها كانت متنطوره في الاوض وكانت متنطوره على المطبخ على الرخامه يعني، فشلتها كلها وحطيتها كده علشان اغسلها. والحله دي فيها اكل للطيور، لميت كل بواقي الاكل اللي كان في التلاجة. وده التوم اللي باذن الله كده ايه بسر عليه بالليل وبقشره، يعني ايه بدات ان انا الملم في حالي كده واحده واحده علشان انظم اموري. المطبخ حاطه المواعين على جنب، وهنا مسحت رخامه علشان اغسل واحط على الرخامه على. وهنا شلت السجاد من كل الاوض علشان ارتب الارض وامسحها واكنسها. هو ده يومي وهي دي حياتي كده من اول ما بصحى لغايه ما بنام. ربنا يا رب يدينا يا رب جميعا الصحه كده اللي تخلينا نقدر نشيل بيوتنا وحياتنا واولادنا يا رب العالمين ونكبرهم ونأدي رسالتنا في الدنيا. طبعا رسالتنا في الدنيا مش التنظيف والغسيل والمذاكرة والأولاد بس، لا طبعا أهم حاجة وأهم من كل ده قربنا من ربنا. ربنا يا رب يثبتنا دايما على ديننا يا رب العالمين. وطبعا الأذكار على لسانك طول الوقت، أنا مش بعلمكم، انتوا أحسن مني كلكم، بس أهو بنذكر بعض. فربنا يا رب يكرمنا جميعا كده ونتجمع بإذن الله، لو ما تجمعناش في الدنيا نتجمع في الجنة يا رب العالمين. قلت وانا واقفة كده بدأت أقشر في الثوم، الحمد لله ايه خلصت كمية كويسة. وبعد كده جبنا فطار. هنا كده فضيت البطاطس والطعمية والسلطة والعيش وبعمل فول، والحمد لله كده ده فطرنا فضل ونعمة من ربنا. الدنيا عندي متظبطة من الفيديو اللي فات اللي احنا عملنا فيه تنظيف الشقة والمطبخ وكده، فنروح نفطر ونعمل كوبايتين شاي بنعناع وارجع لكم تاني.
كنست الارض كده ومسحتها كلها وخليت الارض معايا نضيفه وزي الفل، وشغلت المروحه كده علشان تنشف الارض، وبعد كده هبدا ان انا افرشها. دخلت على المطبخ كده، غسلت كل كميه المواعين اللي كانت موجوده، وغسلت البوتاجاز، وسبت المواعين كده تتصفى، ومسحت ارضيه المطبخ ومسحت الحمام، وبقت معايا كده دنيتي الحمد لله زي الفل. ما تكسليش. بصوا انا كنت صاحيه من الساعه 8، قعدت ساعه كامله تحت البطانيه وانا مكسله اقوم، وابني الصغير طبعا اللي هو دايما بيخليني ما اعرفش اعمل حاجه نايم، فاللي هو لا خليكي نايمه الدنيا برد، لا قومي. المهم شجعت نفسي وقمت الحمد لله ولله الحمد. خلال ساعه كنت غسلت المواعين كلها وظبطت المطبخ كله، خلصت اول دوره غسيل ونشرتها معايا. الحمد لله خلال ساعه كنت انجزت حاجات كتير جدا. قومي وتنشطي كده وما تكسليش، وربنا يعيني يا رب ويقوينا جميعا. هروح بقى احط دوره غسيل تاني في الغساله، واجهز الفطار للاولاد واصحيهم علشان خلاص الساعه داخله على 10 كفايه كده نوم. ويا ريت طبعا يا ريت زي بدايه الفيديو ما تنسونيش، يعني اتمنى منكم ان انتوا ما تنسونيش باللايك، ومش هطول عليكم اكتر من كده بالفيديو علشان ما تملوش مني. وباذن الله هكمل معاكم باقي الفطار والغدا وباقي يوم باذن الله في الفيديو الجاي، علشان ابقى خفيفه كده على قلبكم وما تملوش من الفيديو. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.